لقيت جوزي مع بنت اخته في اوضه النوم. القصه ابتدت انا وجوزي نحب بعض جدا. انا متجوزه في بلد تانية، وقلت لجوزي انا هروح عشان ازور اهلي. طبعا جوزي قال لي ماشي يا حبيبتي، روحي زوري اهلك وتفسحي انت والاولاد وغيروا جو ومش عارف ايه، وتمام تمام. البلد اللي انا متجوزه فيها الشقه اللي فوقي اخته متجوزه فيها من زمان جدا، يعيش معاها عيالها. عندها بنت كبيره عندها 17 سنه. البنت دي دايما ما بتفارقش جوزي لحظه واحده، طول الوقت طول الليل والنهار قاعده عندنا، بحجه ان هي ما تقدرش تستغنى عن خالها وما تقدرش تقعد من غيره خالص، وبتحبه وهو بقى اللي مربيها، حاجات دي يعني. المهم انا كنت بقى من لهم، ما عنديش اي مشكله خالص خالص انها تقعد معانا وانها تقعد مع جوزي، وان احنا نتعشى دايما مع بعض، نتغدى دايما مع بعض. موجوده على طول وبتساعدني بصراحه وكويسه وبتحبني، وعيالي كمان بيحبوها. كان اخر حاجه تيجي في بالي ان جوزي يكون بيخوني مع بنت اخته. انتوا متخيلين يا جماعة انا بقول لكم ايه؟ بيخونها مع بنت اخته. المهم اكتشفت ازاي؟ بتقول ان هي لاحظت ان جوزها متغير جدا جدا، وعمال يقول لها كل ما يحصل حاجة انت كبرتي، انت خرفتي، انت ما بقيتيش زي زمان. كذا مرة يلمح تلميحات سخيفة جدا عن قد ايه هو بقى خلاص مخنوق ومتضايق ومش عاوز يعيش معايا وعايز يتجوز عليا، وان قد ايه انا ست مهملة وانا ست مش كويسة، ما بهتمش بجوزي، ما بهتمش بطلباته. يعني بتقولي ان هي فهمت من طريقة كلامه ان هو في حد تاني في حياته. فالمهم ابتدت ان هي تراقبه وتراقب موبايله، مفيش اي حاجة جديدة، مفيش اي حاجة مختلفة، نفس الناس اللي بيكلمهم كل يوم، نفس المكالمات، مفيش اي رسائل جديدة. المكالمات 3/4 بنت اخته، فاكيد يعني مش هيخوني مع بنت اخته. فالمهم هي ما جاش في بالها ان هو بيخونها مع بنت اخته، فقال لها بقولك ايه، ما تروحي عند اهلك كده تغيري جو، انت بقالك شهرين ما روحتيش عند اهلك. قالت له خلاص ماشي، هروح عند اهلي كده وهغير جو، وانت تكون برضو ايه هديت ونفسيتك اتحسنت وبقيت احسن، وان شاء الله ربنا يصلح الحال بينا ومش عارف ايه. قال لها اكيد، انا حاسس ان انا محتاج ان انا اقعد لوحدي شوية، علشان خاطر انا حاسس اني مخنوق وعايز اقعد لوحدي شوية مع نفسي افكر وكده، فروحي انت كده وغيري جو. قالت له خلاص تمام. صاحبتنا المسكينة الغلبانة راحت قعدت عند مامتها 3 أسابيع. كل ما تقول له انا جايه يقول لها لا خليكي، كل ما تقول له انا جايه يقول لها لا خليكي. دارس، عندنا امتحانات، عندنا دروس، العيال عندهم دروس وعندهم امتحانات وعندهم مدارس، مش هينفع اتاخر اكتر من كده. المهم حست ان هو حب الموضوع قوي، ان هو عايزها تفضل عند مامتها على طول. طب وبعدين في الشغلانه دي شكت فيه اكتر، كلمت اخته قالت لها هو في حد بينزل او يطلع عند جوزي؟ قالت لها لا، ما فيش حد عنده خالص، احنا بس اللي عنده، وفلان اللي هي بنتها هي بتنزل تقعد معاه وخلاص، ما حدش بيجي خالص، حتى هو ما بيخرجش خالص. كل ما اقول له ان انا جايه يقول لي لا خليكي لا خليكي لا خليكي. فانا قررت اجي واعملها له مفاجاه، ولا تقولي لبنتك علشان خاطر اعملها له مفاجاه، يمكن يفرح كده ويتفاجئ اما يشوفني وينسى الزعل اللي كان بينا ده، عشان هو كان زعلان مني جامد من اخر مرة. راحت قالت لها خلاص تمام تعالي، وانا مش هقول لهم وانا مش هقول لاي حد ان انت جاي. المهم رجعت بيتي بالسلامة، وقلت لاختي اخت جوزي ما تقوليش ان انا جيت. راحت قالت لها لا طبعا مش اقول ايه، انا ما قلتش حاجة خالص. قالت لها هي فين بنتك؟ قالت لها في الشقة عندك تحت. يعني قاعدة معاه؟ قالت لها قالت لها خلاص كلمت، انا جاية، انا طالعة وهعمل له مفاجأة، وكويس ان هي موجودة
عشان خاطر لو اتعصب ولا حاجه ان انا جيت في الطريق لوحدي ما جاش خدني ولا قال لي حاجه، هي تهدي ايه، تهدي الامور. المهم بتقول لي انا طلعت وبفتح باب الشقه واسمع صوت ضحك ومرقعه. ايه يا اميره ما اقولكيش على الضحك والمرقعه اللي انا سامعاه. وادخل اوضه نومي، سبت باب الشقه مفتوح، دخلت اوضه النوم لقيتهم هما الاتنين مع بعض على السرير ولابسه قمصاني وقاعده تتعامل عليه وتتدلع وتضحك. واول ما شافتني قال ايه، قايمه تجري تلبس. رحت مسكت فيها قلت لها انت بتلبسي، انت بتلبسي ده انا هوريكي. وقعدت اصوت يا اميره ولميت عليهم العماره كلها، وامها جات لها جلطه في ساعتها وهي واقفه من كتر الصدمه. وجوزي بقى نزل طلع ضرب بالاقلام ويقول لي خراسي فتحتينا، خراسي فتحتينا. تعالوا يا جماعه اغسل وشي وارجع اكمل لكم. خليت اللي ما يشتري يتفرج عليهم، ورحت قلت له انت لازم تطلقني، انا ما ينفعش اعيش مع واحد نجس زيك ما يعرفش الحلال من الحرام. والمشكله بقى يا جماعه ان هو مش شايف انه غلطان، وبيقول لي انت اللي وصلتيني لكده وانا مش غلطان اصلا، انت اللي وصلتيني للطريق ده. انا حبيتها واتشدت لها لان هي بتهتم بيا، وكمان هي صغننه وحلوه وجسمها ثاير كده، فبصراحه شدتني ليها. لكن انت خلاص احنا متجوزين بقالنا 6 سنين، خلاص بقيتي بالنسبه لي عاديه جدا، ما بتعمليليش اي اغراءات، ما بتحاوليش ان انت تخليني احب العلاقه او احب ان انا اكون معاكي. يعني انتوا فاهمين يا جماعه هو يقصد ايه؟ قالت له اللي انت بتقوله ده مش مبرر خالص على ان انت تخني، وكمان يوم ما تخني مع بنت اختك اللي هو انت في مقام ابوها. انت عارف انت بتعمل ايه؟ انت عارف انت بتهبب ايه؟ انت في مقام باباها. المهم يعني طلبت طبعا الطلاق وقالت له انا ما انتش عايزه اعيش معاك خلاص، انا من طريق وانت من طريق. قال لها اعملي حسابك ان انت لو اتطلقتي انا مش هصرف عليكي ومش هصرف على العيال، وشوفي بقى مين هيصرف عليهم، امك الشحاته ولا ابوكي الشحات اللي هيصرف على عيالي، انتوا اصلا عيله مش لاقيين تاكلوا وهتعيشي في مرار وهرميكي في الشارع. شوفي بقى هتعرفي تعيشي عند امك وابوكي ازاي مع اخواتك ال5. وهي مش عارفه يا جماعه تعمل ايه ومش عارفه تعيش ازاي وسط اهلها. ولما قالت لاهلها قالوا لها سامحيه، مش عارفه ازاي سامحيه، دي غلطه اكيد مش هتتكرر تاني وهو بيحبك ومش هيعمل كده تاني. بتقول لي يا اميره انا مش مستوعبه ازاي امي وابويا يقولوا لي ان انا اسامحه بعد الجرح اللي جرحولي ده وبعد اللي عملوا فيا ده. انا مش قادره اسامحه، مش قادره اتخطى الموقف، ومش قادره ارجع البيت ده تاني، خاصه ان البنت دي موجوده في نفس البيت، امها ما مشيتش من البيت، محدش مشي من البيت، وهي لسه موجوده وهو لسه موجود، واكيد لسه بيتقابلوا طبعا. وانا مش قادره ان انا اعيش معاه تاني، مش قادره ان انا ابص في وشه، خايفه على بناتي منه. فهي دلوقتي مش عارفه تعمل ايه. اهلها بيقولوا لها ارجعي له وسامحيه، وهي مش قادره تسامحه ومش عايزه ترجع له ومش عارفه تعمل ايه، وفي نفس الوقت ما بتشتغلش وهو اللي بيصرف وهو اللي مسؤول عن كل حاجه. اللي يعرف يا جماعه المفروض هي تعمل ايه، هي هتتابع كومنتات وهتشوف ردودكم ايه. ارجوكم حاولوا تساعدوها، ما تحاولوش ان انتوا تضايقوها بالكومنتات اكتر. ولو في حد عنده اي مشكله هستنى رسايلكم على رسائل الصفحه. بحبكم قوي، باي باي.